السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اتأخرت عليكم بس جينا النهارده بقى جايلكم فيديو جامد جدا وقوي. فيديو مختلف كده لينا على القناة. طبعا اول حاجة كده كان معايا حوالي كيلو صدور فراخ، بس عاملين يعني جايبين عريضة شوية. ومعايا 2 كيلو دبابيس و2 كيلو أجنحة. ماشي. هتقولي ايه ده الكمية دي كلها ليه؟ هقول لكم كملوا بس معايا الفيديو وانا هقول لكم الكمية دي كلها ليه. اول حاجه بقى جبت كده طبق كبير، قلت عشان لو الطبق اصغر بتاعتي اللي بغسل فيها الخضار مش هتنفع. جبت بقى طبق كبير كده وغسلته، وافضي بقى الحاجه عشان ايه؟ نعملها محلول النقع. فاهمين قصدي يا جماعه؟ طبعا وحشتوني جدا والله، بقى كتير مكلمتش معاكم بس غصب عني، بس الايام دي بس مضغوطه شويه وايه، فمش عارفه ابقى انزلكم فيديوهات على طول، بس ان شاء الله الفتره الجايه اكون معاكم. وانا بقى كنت اصلا يعني الدبابيس كانت عندي في الفريزر، كنت جايباها يوم الاربع وطلعتها يوم الخميس. فاهمين قصدي؟ بس اول حاجه بقى كده نسيب عليهم الميه، نسيب عليهم كده الميه. ماشي، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي كده وانت بتتفرجي على الفيديو. نضف بقى كده اي حاجه زياده، اي شعر، اي حاجه في الورك او كده. هنشيلها طبعا، عشان احنا ايه هناكل الحاجات دي، مينفعش ايه نسيبها، عشان بتكون تعمل طبعا وحش في الاكل. هنا بقى يا جماعه انا الاجنحه الضافر ده بتاعه انا بشيله عشان بيعمل ريحه زفاره. انا هفضل اشيل كده، اشيل بقى. اقول لكم هخلص كل الكميه ارجع لكم تاني. طبعا هنا كنت رجعت بعد ما خلصتهم، وهم بقول لكم هنا دول بقى ايه هرميهم في الزباله، او مثلا لو عندك طيور ارميهم للطيور. انا مثلا عندي برميهم للطيور. فاهمين؟ ماشي. انا بقى سايب برضو كل ميه تاني، واغسل برضو تاني وامشي عليهم اي شعريه. لازم يا جماعه الفراخ بالذات تغسليها كذا، يعني انا غسلتها مره واتنين ودي التالتة، اغسلها 5 مرات. يعني بص انا برضو اكد عليها كده، افضل انضف واحطهم ايه في طبق. ساعات كده يبقى فيهم حاجات صفرة، لازم طبعا تشيليها عشان ده شعر. فاهمين قصدي؟ بس كده افضل بقى ننضف كده، ننضف الكمية كلها معلش، بس عشان الكمية معايا كبيرة فاخدت مني وقت، بس لو انت عندك كمية صغيرة مش هياخدوا منك وقت. ركزي في الفيديو عشان ان شاء الله تستفادي. انا اول مرة اعمل لكم الطريقة دي، وان شاء الله تعجبكم وجربوها، وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتات. وطبعا طبعا مش هتنسى اقول لك، طبعا ما تنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك عشان يوصلك كل جديد مني. وشاركوا في القناة وتفعيل القناة وتشير القناة، وطبعا وجودك كالعادة فوق راسي. واقول لكم طبعا ايه يا جماعة، مشاهدات عالية على الفيديو بس ما بتشتركوش، فبقول لكم اشتركوا. طبعا هنا بفتح فتحت طبعا الوراك، وفتحت الأجنحة زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا انتوا شايفين الورك حجمه كبير، فمع الشوي ايه ممكن ما يستويش او حاجة زي كده. فاهمين؟ يعني نفادي الموضوع ده، ونفتحهم كده 3 فتحات، وبرضك بالسكينة كده نغازي في كل الورك الدبوس، يعني بس زي ما انتوا شايفين كده. هو بقى خلاص قربنا خلاص الكمية. بس هنفضل بقى نعمل كده. طبعا لو انتي ممكن برضو متفتحهاش، بس لا افتحيها، يعني انا نصيحة مني افتحيها عشان خاطر. بس انا بقولك هو بنغزها كده عشان ايه؟ طبعا تخش فيها التتبيله. طبعا انتوا كده عرفت هنعمل ايه. احنا النهارده هنعمل فراخ مشويه. فراخ مشويه بصي يا جماعه بتبقى جميله، وبتبقى يعني أنا عملتها على الفحم بتبقى جميله جدا. فتحها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص قبل ما نخلص الكميه، هي بس الكميه خدت مننا وقت. كمان انا مسرعه لكم الفيديو، والله العظيم يا جماعه الفيديو كان ازيد من 30 دقيقه، بس انا سرعته لكم عشان ما اطولش عليكم يعني في الفيديو كده. احنا بقى خلصنا. اقفل بقى معاكم الكاميرا وارجع تاني بعد ما اخلص عشان ما اطولش عليكم طبعا. بس برضو اي حاجه برضو بشوف فيها شعر تاني كنت بعملها، عشان تعرف الواحد والله مش بيشوف قوي فايه. بروح برضو اي حاجه بشوفها تاني وماسكاها بروح عاملاها. هنا بقى عامله ميه زي ما انتوا شايفين كده. عامله ميه، احط فيها ملح، كميه ملح حلوه،
وهحط ايه تاني؟ استنى افتكر معاكم. آه... هنا بقى طفيت الحنفية. تقريبا هحط ايه، هحط جنزبيل وهحط ليمون. برضو لو عايزة تحطي دي حطي دي، وانا حطيت سنة خل عشان انا هشويها، لكن انت مش هتشويها متحطيش خل، فاهمين؟ فانا حطيت يعتبر ليمون وخل وملح وجنزبيل. يا جماعه الجنزبيل بيشد الزفاره بطريقه رهيبه، جربيه بس كده. بص كنت انا رايحه اجيب ليمونه، عصير بقى كده ليمونه زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى احط كل كميه الفراخ زي ما انتم شايفين. نقع بتاعي وكمان بحط فيه دي، بس ما كانش والله دي عندي خلصان. اخر حاجه عملت بيهم الكسكسي وخلص مني، فعايزه نجيب دقيق. اقول لكم هسيبها نص ساعه وارجع لكم تاني. يا بقى كانت كمية نص ساعة اهي زي ما انتم شايفين. بظبط لكم بس كده عشان تشوفوا. ماشي، نرجع برضو نشوفها تاني. بس هنشوفهم بقى زي ما انتم شايفين كده. نرجع برضو نشوفهم تاني وارجع لكم. شوف بقى من هنا معايا بقى، بس انا اقول لكم المقادير. مكعب مرقة، كركم وبهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل اسود وكمون وورق لورا وحبهان وتاني. معايا تتبيلة المشاوي، معايا طماطم وبصل، معايا 5 طماطمات و3 قرون فلفل وبصلتين وليمونة، ومعايا علبة زبادي. ماشي يا جماعة الصوت عشان عارفين النهارده طبعا الجمعة واخواتي عندنا، معلش على الازعاج. هنا بقى معايا الخلاط، هحط فيهم ايه بقى؟ هحط الطماطم والبصل والفلفل. ماشي يا جماعة، واحط الملح والمرقة وال الورق لورا والحبهان وتاني، واحط مية. ماشي، بس كده. هنحطهم بقى كده في الخلاط ونحط شوية مية وبس. طبعا لو عندك كبة ممكن تعملهم في الكبة، في الهاند بريندر اي حاجة. عملتهم في الخلاط. طبعا لو عندك بصل باودر وتوم باودر برضو حطي، انا بصراحة كان خلصان من عندي. زي ما انتوا شايفين كده اهو خلطتهم. ونشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني. يبقى معايا طبق الفراخ. ماشي، هنحط بقى التتبيلة دي احنا عملناها في الخلاط. بس كده هنشوف بقى نكمل ايه. هنحط بقى البهارات اللي باقيه اللي هي الملح والفلفل. لا، الملح الفلفل الاسود والكمون والكزبره والجنزبيل وكمون وبهارات الفراخ. ومعايا بقى هنا الليمونه. ماشي يا جماعه. ومعايا خل ومعلقه كبيره دبس رمان. ومعايا شويه زيت وكوبايه الزبادي وتتبيله بتاعت اللي هي المشاوي بتاعت ماجي دي اهي. زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بقى كده اهو. نضرب بقى كده بالمضرب اليدوي. هنفضي بقى علبة الزبادي زي ما انتوا شايفين كده اهو. نقلب بقى كويس جدا. برضو كان ازود اسمه ايه، هظبط الملح. عشان طبعا انتوا عارفين ان احنا الفراخ بنحدقها سنه عشان خاطر ايه، ان هي بتقعد في التتبيله زي ما انتوا ايه عارفين. زودت بقى انا برضو حبه تتبيله تاني، حسيت التتبيله ضعيفه شويه. بس حطيت شويه ملح. بس كده ظبطنا بقى الملح بتاعه. حطيت شويه بهارات فراخ ما كنتش حاطه، يبقى اللي حطيته ده كان كركم، حطيت كركم. دي برضو بهارات فراخ. وحطيت شويه ملح تاني. وايه، هنجيب بقى الفراخ. كان نجي عليها شويه ميه. نمسك بقى التتبيله بقى دي يا جماعه الرهيبه التحفه جدا دي. ماشي، وهنحطها بقى على الفراخ بقى. وهفصل معاكم الكاميرا. وافضل بقى يعني طبعا ايدي والله نضيفه يا جماعه، والله ايدي نضيفه. تفضلي بقى تدخلي بقى تتبيله تحت الجلد طبعا وانتي مفتحه طبعا ايه الاجنحه ومفتحه الوراك وكله. طبعا البانيه لا، انت عارفين البانيه ما بيفتحش. بس بقى تفضلي تجيبي بقى من فوق كده وتحت واقفل معاكم الكاميرا. وبعد كده بقى خلاص. بصي بتاعي يا جماعه كل ما بص عايزه تقع، يا لهوي يا ستي سيبيني بقى خلينا نخلص التتبيله عشان هبيتها. بس غسلت ايدي. بقول لكم هخلصها وارجع لكم تاني. هنا بقى بقول لكم سلام بقى واقابلكم بكره. هنا بقى كان معايا بقدونس ومعايا كزبره ومعايا شويه خضار فهغسلهم. والله يا جماعه كنت نفسي اعمل سلطه الدقوس بس ملحقتش.
ملحقتش والله، اليوم كان صعب بالنسبه لي وكنت بس مضغوطه شويه، كان عندي شويه ظروف كده، فاليوم كان صعب فما عرفتش بصراحه يعني اعمل سلطه الدقوس. ان شاء الله هعملها بكره، يعني حتى لو عملتها يعني اعملها لكم وانزل لكم حتى في الفيديوهات الصغننه دي، عشان انا كنت نفسي فعلا اعملها بس ما عرفتش. بس نغسل بقى الخضره دي ونصب شويه المواعين اللي في الحوض، ما اعرفش اصلا مين حاطط الخضار على المواعين يعني، اي عيل بيرمي الكوبايه في الحوض وخلاص. طبعا انتوا عارفين يا عيال ربنا يخليهم بس بيقلبوا الدنيا. بس نغسل الخضار كله. هنا بقى يا جماعه معايا ميه بصل وميه طماطم ومعايا شويه ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره وشويه بهارات فراخ. اي بهارات بتحبيها سواء بهارات اي حاجه تحطي، انا بحب بصراحه طعم البهارات الفراخ دي، بحطها في كل حاجه. ماشي. ده بقى كان تاني، ده بقى كده يوم الجمعه. حتى والله من سبب الظروف اللي حصلت لي النهارده ما قدرتش اصور لكم الفطار. زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا بقى هنا كفته بصراحه كانت اختي عاملاها، كانت عاملاها اقول لكم مقاديرها. هي بصله وفلفل وشويه دقيق وشويه نشا وبيكنج باودر وبهارات فرق بهارات كفته وايه، وبهارات كفته وشويه ملح وفلفل اسود وكمون وثوم وبقدونس. بس والله العظيم هي كانت عاملاها يعني في بيتها وجايباها، عشان كده معرفتش اصورها لكم. ان شاء الله ربنا ييسر ومره تانية هعملها لكم. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت السياخ وطبعا وميه ميه البصل والطماطم اللي احنا عاملينها دي ايه، نعمل بيها عشان خاطر البتاع ما تلزقش في ايدك برضو وتمسك على السيخ. صباي بقى كده. بص انا برضو كده في اول سيخ فكنت بتعلم بقى، كنت عماله ايه، اشد واعمل لغايه ما تظبطي طبعا السياخ، واخلص كل طبعا الكميه ايه معايا نص كيلو، ده نص كيلو لحمه كفته يعني. تفضلي بقى هتعملي. خلصت بقى الكميه كلها ونرجع لكم تاني. اه خلصت كده كل عملوا خمس سياخ، وعملوا اتنين من غير عشان هما بس كان عندنا خمس سياخ. اوكي بقى ونحطها في في التلاجة نص ساعة. هنا بقى قطعت الفراخ كنت مولعة الفحم، وهنا بقى نعمل رز بسمتي. هنحط الزيت وسمنة، يعني مثلا معلقة سمنة وثلاث معالق زيت، ونحط ورق لورا وحبهان وقرفة وكركم وكاري وبهارات الكبسة. نسيب بس الزيت والسمنة يقدحوا وبعدين نحط فيهم الحاجة، وبرضك لازم يكون الحاجة يعني عاملة كده فقاعات عشان ايه ما ياخدش منك وقت في التسوية وكده، او ما تيجي تحمري. طبعا الرز البسمتي سهل جدا، في ناس بتعمله ببصل وفي ناس، انا بحب بصراحة اعمله كده. بحب اقدح البهارات يعني في السمنة والزيت. طبعا قولي سمنة الزيت ليه، اقولك عشان الزيت يخليه ايه بيلمع ويفلفل، والسمنة عشان هو اصلا بيتعمل بسمنة، بس احنا نحط شوية زيت عشان نخليه ما يلزقش كده. طبعا السمنة ما بتفلفلش الحاجة يعني بتدي لمعة بس، والزيت طبعا بيخليه يفلفل. بس كده. دي بهاراتي بتاعت لو عندك برضو بهارات، انا حطيت برضو يعني بهارات كبسة، ما عندكش بهارات كبسة خلاص حطي مثلا ورق لورا وحبهان وقرفة، ومثلا واللي هو اللومي ده اللي هو الفلفل قصدي الليمون ده اللي هو الاسمر ده، ايه تاني، ممكن تحطي كاري وكركم وخلاص. بس انا كان عندي بهارات كبسة فحطيت. مع مين؟ برضه زودت تاني شوية كركم عشان انا بحبه يبقى اصفر شوية يعني. كنت نفسي اعمله اللي هو حباية وحباية ده، بس يلا بقى مفيش مشكلة، ان شاء الله في مرة تاني بقى اعمله لكم يبقى جميل. هنا بقى كنت ايه، بس كانت ماما نشر الحتة عشان تنشف حتة المطبخ عشان ما تعملش ريحة يعني وكده. ونقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده. ظبط لكم بقى كده الكد. هنا بقى بص اهو كنت بحمره، يعني بقى هشوحه. حط بقى المية، بس هنزيد المية شوية عشان خاطر ايه، ان هو رز بسمتي بياخد مية. هنا بقى كنا حاطين رملة وحطينا بقى الفحم، حمرنا بطاطس وعملنا سلطة الزبادي وكده بقى الفراخ بدأت تستوي، وعملنا سلطة الطحينة، عملنا سلطة خضرا. فاهمين بقى، وكانت بصراحة يعني أكلة بألف هنا وشفا، بسم الله ما شاء الله كان أكل تحفة جدا.